السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفه اللي تقاسمت معكم طورطيه في المول العجيب، كتجي رائعه وكتجي بنينه وكتحضر في وقت قياسي. نبدا معكم بسم الله في المقادير. عندي في هذه المقله بصله مشلضه كما كتشوفوا، عندي بطاطا هنايا مقطعه مكعبات صغيره. كنضيف على هذه البصيله كنضيف عليها شويه ديال الزيت وكنشحرها فوق البوطه، ومن بعد ملي كتشحر لي البصيله كنحيدها وكندير في الزيت ديالها كندير بطاطا ما كنحمرهاش بزاف. المهم كنسوطيها شويه، ما كنخليوهاش حتى كتغلي في داك الزيت بزاف وكنحيدوها. وهنايا عندي بصيله مقطعه حتى هي، وعندي نص صدر ديال الدجاج، عندي شويه ديال الثومه والربيع والعطريه، وكنديرها حتى هي كتشحر فوق البوطه، كتشحر مزيان هاد الدجاج. ومن بعد كنضيف الدنجال والفلفله، الفلفله عندي حمراء وخضراء، وكنضيف الربيع او المعدنوس والثومه، وكنضيف العطريه كنضيف شويه ديال التحميره، الكمون، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الابزار. وكنخلي هاد الدنجال حتى هو وشويه ديال الزيت وكنخليه فوق النار كيتشحر حتى هو كيطيب. وكنضيف عليه واحد المطيشه محكوكه ومعلقه صغيره ديال المطيشه المعلبه. صافي كنجي هنايا كنخلط ديك الطبقات الاولى اللي غنضيف ديال الطورطيه. عندي هنايا ديك البصيله واللي شحرت وبطاطا، وكنضيف عليها 3 ديال البيضات صغار، الا كانوا كبار كنضيفوا غير 2 بيضات، وكنخلط مزيان هاد البطاطا والبصله مع ديك البيض. عندي هنايا المول العجيب دهنته بالزبده وكنكب فيه ديك البطاطا. هذه الطبقه الثانيه اللي ديال الدنجال اللي شحرته كما شفتوا معايا. كنضيف عليه هنايا 2 بيضات. ضفت على ديك البيض شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، وكنخلطو مع داك الدنجال وكنخويه هو الطبقه الثانيه. وبين الطبقه والطبقه كندير شويه ديال الجبن، ومن بعد كنخوي هذه الطبقه التاليه ديال الدنجال وكندخل المول ديالي للفران كيكون مسخن من قبل. صافي حتى كنحسوا بها طابت، هو كيكون غير داك البيض اللي خضر، ما كلشي راه طايب. صافي ملي كنخرجها من الفران كندير داك الدجاج اللي شحرته حتى هو، وكنضيف عليه شويه ديال الجبن، وكنعاود ندخلو غير ديك السخونيه ديال الفران باش كيذوب شويه الجبن. صافي كنزين من الفوق بشويه ديال المعدنوس كما كتشوفوا معايا. كتجي بنينه هاد الطورطيه، كتجي رائعه والخضره كتضيفوا اللي كتفضلوه واللي كيبغيوها وليداتكم. انا كما شفتوا معايا راني ضفت الدنجال والفلفله وبطاطا وديك شويه البصله، كتضيفوا اللي بغيتو، القرعه ولا اللي عندكم في الدار واللي كتفضلوه. صافي كما شفتوا انا نقطع معكم واحد الربيع وغتشوفوها كتجي بنينه، واحد البنه فيها خطيره. وهذه هي الطورطيه ديالي من بعد ما خرجت من الفران، سهله واقتصاديه وكتجي بنينه. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وبالصحه والراحه.